أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة إبداع في برنامج المواطن يسأل. ضيف هذه الحلقة هو رئيس مجلس محافظة واسط الأستاذ مازن قندوح، فأهلا وسهلا بك أستاذ. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعليكم على الأمة الإسلامية أجمع إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. برنامج المواطن يسأل يخص المواطن الشريحة في المجتمع الواسطي وينقسم إلى جزئين. نبتدأ بالجزء الأول. حدثنا عن مازن قندوح. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وآل محمد. رمضان كريم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل أعمالكم وصيامكم وطاعاتكم، ويمن على هذا البلد بالأمن والأمان إن شاء الله، وتحرير ما تبقى من الأراضي العراقية من دنس داعش الإرهابي. بالنسبة لسؤالك الأول، إني السيد مازن قندوح سلمان الزاملي، حاليا عضو رئيس مجلس محافظة واسط، خريج كلية الإدارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية. توفقت في عام 2005، يعني رشحت نفسي لعضوية مجلس محلي لقضاء الكوت، فيعني كنت من ضمن الفائزين في المجلس المحلي للدورة السابقة. بقيت يعني بالمستمر في المجلس المحلي لحين يعني انتهاء الدورة السابقة لمجلس محافظة، ورشحت نفسي لعضوية مجلس محافظة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وجهود أهالي واسط حقيقة منحوني هاي الثقة، وأصبحت رئيسا لمجلس محافظة واسط. أهم المشاكل التي واجهت مازن قندوح قبل ترشيحه لرئاسة مجلس محافظة؟ قبل الترشيح أو يعني المشاكل، يعني بالنسبة للمشاكل الحقيقة يعني أو اللي واجهناها من خلال يعني عملنا في مجلس محافظة، يعني ما عندي يعني قبل أن أترشح لرئاسة المجلس لا توجد أي مشاكل بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني علاقتي طيبة ويا منطقتي وأهالي واسط وعشيرتي وأصدقائي. رجل يعني كنت يعني عضو مجلس محلي لقضاء الكوت. نعم، كنت يعني في كثير من اللجان الحيوية واللي على تماس مباشر ويا الشارع الواسطي. كنت يعني أخذت لجان يعني حساسة وتماس مباشر ويا المواطن في مجلس المحلي لقضاء الكوت. استلمت لجنة الإسمنت في وقتها، وبفضل الله سبحانه وتعالى يمكن أهل الكوت يعرفون كل زين هذا الموضوع. يعني انطينا الحق وطبقنا العدالة فيما يخص هذا الموضوع. وبعدها استلمت لجنة الرعاية الاجتماعية، وكانت كثيرا من المشاكل يعني عانيت حقيقة في هذه اللجنة. أخرجنا الأشخاص اللي هم من مستحقين فعلا، ودخلنا قبال هذه الأعداد اللي تم استبعادهم الطبقة الفقيرة والطبقة المعدمة من أرامل وأيتام ومعوزين. وهذا الشيء يمكن يشهد به أهالي قضاء الكوت، لأن كنت يعني ضمن الرقعة الجغرافية لقضاء الكوت. بعدها استلمت لجنة المولدات، أيضا مشاكل كثيرة على تماس مع أصحاب المولدات والمخالفين وحجب الحصص مالتهم. يعني كانت مشاكل حتى وصلت إلى مرحلة القوامة العشائرية في هذا. يعني كانت يعني هذه يعني أدق يعني المشاكل اللي عانتها في الدورة السابقة. أما في الوضع الحالي كرئيس مجلس محافظة واسط، يعني اليوم المحاصصة الحزبية حقيقة يعني نعم. اليوم قد يسأل سائل يقول يعني أنت اليوم كرئيس مجلس محافظة أنت جيت عن طريق المحاصصة الحزبية رئيس مجلس، لولا المحاصصة الحزبية لما كان رئيس المجلس هو السيد مازن زامل. ولكن هناك بعض السلبيات، اللي هو اليوم أكثر يعني بعض موظفي دوائر الدولة أو مدراء دوائر الدولة ينتمي لحزب معين، لما تطرح هذا الموضوع للتصويت عليه أو يعني لاستبداله يكون هناك مدافعين من الأحزاب من الأخوة الأعضاء يدافعون دفاع مستميت. ولكن هذا أيضا ما حاد من عملنا، فالتجأنا إلى القضاء وإحالة الملفات، كثير من الملفات إلى النزاهة، وقسم كبير منهم يعني نالوا يعني جزاءهم العادل بالقضاء العراقي. وبفضل الله سبحانه وتعالى يمكن لحد هذه اللحظة أكثر من 200 دعوة قضائية يعني حائل ملفات فساد وما شابه ذلك. احنا ما نقول ملفات فساد، ولكن تكون شبهة القضاء هو اللي يحدد هذا ملف فساد أو من عدمه. يعني حلنا هذا أكثر من 200 إلى 300 ملف يعني إلى النزاهة، إلى نزاهة. أحد المشاكل مشكلة المحافظ السابق، يعني تحولت إلى المحكمة
وجه الرد يعني. نعم يعني ولكن يعني قصدي يعني بعض المدراء دورا يعني اقصد يعني مو على المحافظ يعني، ولكن بعض الدوائر اللي موجوده احنا كثير من الملفات اكثر من 300 ملف للنزاهه، يعني هذه تقريبا يعني ابرز المعوقات اللي واجهتها من خلال عملي من كنت في مجلس المحلي لقضاء الكوت ولحد هذه اللحظه انا كرئيس مجلس. نعم. أمنية للسيد مازن لم تتحقق. يعني هي مو أمنية لم تتحقق، ولكن يعني أمنية إن شاء الله تتحقق بإذن الله. الحقيقة اليوم احنا طبعا الأمنية هي هذه أمنية الشعب العراقي أجمع، وأمنية كل إنسان غيور وشريف، وهي أن يعم الأمن والأمان في بلدنا البلد العراقي. زين في بغض النظر عن المناطق الشمالية أو الغربية، يعني حقيقة لما نشوف اليوم ناس كبار بالسن أو نساء أصحاب شيبة وأطفال يتضررون جوعا والرعب والخوف في مناطقهم الآمنة، يعني حقيقة هذا شيء يعتصر له القلب. وأيضا بنفس الوقت يعني أمنيتي يعني حقيقة اليوم كل شاب عراقي وخاصة في محافظة واسط، والله يعني يجونا حالات يعني حالات يعني يندى لها الجميل، وحالات جدا بحاجة ماسة. يعني قبل فترة يعني قصيرة اجت احدى الاخوات يعني حاملة شهادة الماجستير، ورجلها بطل من ابطال الحشد الشعبي، وتعرض الى اصابة شلل الرباعي، فطلبت يعني قالت يعني بالحرف الواحد يعني قالت حتى لا اشتغل عاملة خدمة. يعني حقيقة هذا الشيء يألمنا يعني، وحالات كثيرة من الشباب اللي موجودة والله يعني سعيت يعني قصارى جهودي يعني بين اوفرها فرصة عمل او الاخوة اللي الناس اللي محتاجين، ولكن اليوم يعني الوضع البلدي اللي يمر به البلد يعني وضع جدا متأزم، وشوف اكو عوائل وشباب يريدون يفتحون بيوت وعوائل ويريدون ينقسمون يشطرون من عوائلهم اللي موجودة، يحب يتزوج. يعني الشاب اليوم الواسط والشاب العراقي بصورة عامة يطمح بين يتزوج ويكون أسرة الأمنية الاستقرار. اي والله الاستقرار وتوفير فرص عمل يعني لكل الشباب اللي موجود. هذه امنيتي حقيقه والله، يعني ما عندي امنيه شخصيه، ولكن امنيتي بان يعم الامن والامان في عموم المحافظات بالدرجه الاولى، وتكون تتوفر فرصه عمل وعيش رغيد لكل مواطن عراقي وبالخصوص المواطن الواسطي. هل في نية رئيس المجلس الترشيح لدورة قادمة؟ نعم لدي يعني نية بأن أرشح للدورة القادمة، ولكن ليس كمجلس محافظة. لدي نية أن أرشح عضوية البرلمان العراقي، يعني أكون قريب على مصدر القرار والتشريع، وعندي طموح يعني بهذا الاتجاه. خلال هذه السنوات الأربعة التي مضت، هل أنت راضي عن أدائك كرئيس مجلس محافظة؟ نعم فيما يخص الأداء طبعا الكل يعرف هذا الشيء، يعني ما خافي على شخص. اليوم البلد العراقي بصورة عامة يمر بسنين يوسف العجاف اللي هو التقشف المالي والأزمة المالية، نتيجة يعني أكيد الحرب اللي موجودة في الشمال والمناطق الغربية والاحتلال الداعشي والمؤامرات الدول الأوروبية لأمريكا والثالث المشؤوم على العراق، وعدم الإرادة بأن يستقر هذا البلد، حقيقة انعكست انعكاسة سلبية على عموم المحافظات. وبطبيعة الحال يعني اليوم مجلس المحافظة ليس فقط مجلس محافظة واسط، وإنما كل مجالس المحافظات الموجودة بين المطرقة والسندان، بين رغبات الشارع الواسطي وبين الحكومة المركزية. أكيد اليوم الشارع الواسطي احنا باعتبارنا اليوم يعني هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، واليوم احنا مكلفين بهذه المسؤولية، وصدينا لهذا الموضوع باعتبار رئيس مجلس المحافظة هو على سلطة تشريعية ورقابية بالمحافظة. لما تذهب إلى الحكومة المركزية ولقاءاتنا مع دولة رئيس الوزراء وأيضا مع الوزراء المعنيين، تجد يعني هنالك يعني أزمة خانقة في هذا الخصوص، وهناك أوامر وتعليمات من رئيس الوزراء إلى وزارة المالية بعدم صرف أي مبلغ فيما يخص المشاريع وما شابه ذلك. واليوم كل المشاريع اللي موجودة متوقفة بالإجماع، ولكن هذا الموضوع يعني مو مدعاة إلى بأن يكون هناك مدعاة للتوقف وعدم تقدم عجلة وسير التقدم في المحافظة. هنالك صندوق دعم واسط في المحافظة عن طريق
المنفذ الحدودي يدور على المجلس المحافظة، يعني مبالغ بسيطة هي، ولكن بجهود الأخوة أعضاء مجلس المحافظة استطعنا أن نقدم ولو الشيء اليسير فيما يخص بهذا الاتجاه. على سبيل المثال فيما يخص الجانب الأمني، كانت هنالك مبالغ كثيرة لشراء آليات وعجلات، وأيضا سيارة السونار لكشف المتفجرات وما شابه ذلك. وهذا حقيقة اليوم أمن وأمان المواطن الواسطي، هذا هو أمنيتنا الوحيدة، يعني في مقدمة الأولوياتنا، فكان تصويت بهذا الاتجاه. ايضا دعمنا للحشد الشعبي وابطال الداخليه والدفاع. يمكن اعتقد ايضا مجلس المحافظه هو المجلس الوحيد اللي صدر كل المحافظات بان قدمنا اكثر من 8 مليار دينار عراقي لحد هذه اللحظه من عن طريق صندوق دعم ماصر لابطال الحشد الشعبي وابطال الداخليه وابطال الدفاع. كان توزيع قطع الاراضي للعوائل الشهداء وايضا الجرحى من ضمن الاولويات وفي مناطق مميزه في المحافظه. وايضا اخرجنا الكثير يعني بالمئات، يعني اذا يعني يصل الى 1000 احتمال من جرحى الحشد الشعبي والداخلي والدفاع الى خارج البلد ليمتثلوا الى الشفاء. الحالات الخطره طبعا والحرجه، اما الحالات البسيطه الجناح الخاص في مستشفى الكرامه والمستشفيات المحليه كانت يعني اجرت اللازم وجزاهم الله خيرا. هذا فيما يخص الحشد الشعبي. اما فيما يخص ايضا الجانب الصحي، افتتاح مركز الحروق الاول بالعراق اللي هو كلف اكثر من 500 مليون دينار عراقي عن طريق يعني باختصار راضي عن ادائك خلال الدوره؟ يعني اليوم يعني او ما هي النسبه؟ اكو مقوله شنو تقول على العبد ان يسعى ولكن ليس عليه ان يوفق. اكو مرات يعني ظروف قاهره، يعني طبعا احنا مو بالمستوى المطلوب للمحافظه، يعني اليوم اغلب المشاريع متوقفه، ولكن هذه يعني المشاريع متوقفه ليس بارادتنا، هذه بالاجبار والاكراه حقيقه، لان ظروف قاهرة منعت وحالة دون تنفيذ هذه المشاريع. لو ترجع لي انا اقول لك طبعا ما قابل على الاداء، ولكن الاداء مو فشي بارادتنا، احنا طموحنا بان يكون محافظة واسط اسوة ببقية المحافظات اللي موجودة او ببقية دول العالم، بان يكون على أقل تقدير الخدمات من مي والكهرباء وتعبيد الطرق، بناء مجمعات سكنية للمواطنين، يعني هذا حقيقة كان طموحنا. ولكن هذه الأمور والأزمة المالية الخانقة حالة دون تنفيذ، وإحنا في بداية الدورة يمكن حالة أكثر من كذا مشاريع، ولكن ولحد الآن نطلب الحكومة المركزية 600 مليار دينار عراقي، ولكن قلت لك الأزمة المالية هي اللي حالة دون تنفيذ هذا. ولكن بالمبالغ البسيطة استطعنا أن نقدم ولو الشيء اليسير. يعني النسبة انا ما اقدر انا احدد لك يعني نسبه معينه، ولكن قلت لك يعني كمبالغ اللي جت عن طريق الساحه الحدوديه، انا اقول يعني كانت يعني توزيع عادل، واستطعنا يعني تحقيق بعض الاهداف ولو كانت يعني بسيطه. على اقل تقدير مثلا منطقه البشار يعني صوتنا بمبلغ مليار دينار عراقي بايصال كافة القرى والألياف بالماء الصالح للشرب، وكثير من يعني الإيرادات الموارد البشرية والمادية البسيطة استطعنا أن نقدم ولو الشيء اليسير للمحافظة. نعم مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج الخاص بأسئلة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج المواطن يسأل، وهذا الجزء يخص أسئلة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي. نبتدأ بالسؤال الأول. أحد المواطنين يسأل عن مشكلة موظفي تنمية الأقاليم الذين خدموا لمدة 4 سنوات ولكن بدون راتب، مع هذا تم إعطائهم إجازة إجبارية. طبعا فيما يخص موضوع عقود تنمية الأقاليم، مثل ما تفضلت وتفضل جناب الأخ السائل،
أكثر من 4000 موظف عقد تنمية أقاليم في محافظة واسط تم التعاقد معهم من قبل المحافظ الحاج محمود ملا طلال في الدورة الحالية، يعني قبل أن يكون إقالته. وهو رجل يعني رجع يعني رسميا يعني كمحكمة. فطبعا عقود تنمية التقاليم تم إعطائهم إجازة إجبارية، ليس يعني رغبة يعني من الموظف نفسه أو من يعني رغبة من أعضاء مجلس محافظة أو المحافظ يعني نفسه، ولكن هذا كان أيضا بأمر من دولة رئيس الوزراء، باعتبار اليوم عقد تنمية التقاليم في المشاريع المستمرة. وبما أنه المشاريع الموجودة في محافظة واسط توقفت بسبب الأزمة المالية، بعدها ترتبت يعني يجب أن يكون هناك إيقاف لكل المشاريع اللي موجودة. لما توقفت المشاريع أكيد كان هناك إيقاف للعمل، وبالتالي يعني المبالغ اللي موجودة من أين راح يكون لها صرف، باعتبار المشاريع هي توقفت في المحافظة، وبالتالي كان هناك يعني قرار من مجلس الوزراء بأن حل كل الموظفين عقود تنمية التقاليم على المشاريع المتوقفة لحين البدء العمل بها. وهذا حقيقة يؤسفنا باعتبار 4000 يعني شخص، 4000 عائلة، يعني ما يقارب أكثر من يعني 20,000 إلى 25 إلى 30,000 نسمة في المحافظة يحتاجون على هذا المبلغ البسيط حقيقة، واللي هو مبلغ زهيد. ولكن احنا حاولنا بأن حل جزء من هذه المشكلة. كان هناك قرارات لمجلس محافظة بأن تكون إحالة وتحويل جزء من عقود تنمية التقاليم إلى بعض الدوائر اللي هي بحاجة إلى عقود أو كذا. وإحنا يمكن شغلنا من عندهم موظفين على الكادر الإداري في بلدية الكوت والبلديات وبعض الدوائر الأخرى، ولكن هذا الجزء ما يتناسب حجم البطالة اللي موجود. إحنا نسعى، طبعا سعينا مرارا وتكرارا، ولكن للأسف الشديد ما وجدنا حل لهذه المشكلة، باعتبار إذا كان تصويت لهم عن طريق صندوق دعم واسط، صندوق دعم واسط ما يتحمل هذه الأعداد الهائلة. 4000 مثل ما تفضلت يعني يحتاج إلى مبلغ طائل ومبلغ هائل من الأموال، وصندوق دعم واسط يعني يدوب يكفي عقود مجلس محافظة اللي هم 450 مليون دينار شهريا، إضافة إلى أبطال الحشد الشعبي والصرفيات الأخرى. يعني ما مصيرهم؟ والله مصيرهم يعني متعلق بالأزمة المالية. حين يعني تكون هناك سيولة مالية من قبل الوزارات ويبدأ العمل في المشاريع، ذاك الوقت أكيد راح تكون لهم الأولوية والعودة إلى عملهم. ما هي إجراءات مجلس محافظة لحل الأزمة الاقتصادية التي مر بها العراق؟ طبعا هذا الموضوع، الأزمة الاقتصادية اللي يمر بها العراق، طبعا مثل ما تفضلت يمر بها العراق يعني من خلال سؤالك. احنا كمحافظة واسط يعني ارتباطنا ارتباط يعني كلي بالحكومة المركز، بما أنه المشاريع الخدمية متوقفة في عموم العراق، أيضا هي متوقفة في محافظة واسط. وإحنا حقيقة الحكومة نطلب الحكومة المركزية أكثر من 600 مليار دينار عراقي. هل هناك مشاريع استثمارية أخرى؟ طبعا أكدنا على الجانب الاستثماري. كان سعينا من بداية الدورة إلى هذه اللحظة، دائما دعينا إلى مؤتمرات، ومن ضمن هذه المؤتمرات التي أقيمت في جامعة واسط دعينا كل المستثمرين، كل الشركات الاستثمارية للعمل ودعوة إلى العمل في محافظة واسط، وبينا لهم ووضحنا لهم بأن محافظة واسط محافظة تمتاز بالطاقة الكهربائية والمحطة الحرارية، محافظة واسط محافظة زراعية، محافظة واسط تمتاز بالأمن والأمان على مدار 4 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى، وجهود غيار واسط من منتسبي الداخلية والدفاع. وحقيقة هذه كلها يعني في أشياء جذب للمستثمر. طبعا صارت بعض المشاريع الاستثمارية اللي هي بعض المولات وبعض المدارس الأهلية، والآن أعتقد في يعني العيد القادم إن شاء الله راح يكون هناك أيضا متنفس لأهالي واسط، بأن يكون هناك مطاعم عائمة في حوض نهر دجلة، واتخذت يعني اكتسبوا كل الموافقات اللي موجودة. ولكن أنا أقول اليوم هناك حائل دون قدوم المستثمرين، هو العرقلة في المركز هناك في بغداد. كانت هناك عرقلة كثيرة وإجراءات يعني معقدة، واليوم تعرف أنت اليوم رئيس المال هو رئيس جبان، يحاول بأن يكون يعني يبحث عن الربح دائما، ودائما يبحثون عن المناطق الصناعية والمناطق في الأماكن المقدسة أو دول أخرى يقدمون لهم تسهيلات. احنا طبعا كل الأمور اللي موجودة في المحافظة يعني قدمنا لهم تسهيلات. الوقت ضيق، فنجاوب على أسئلة في أسرع ما يمكن. أهالي حي الحوراء يشكون من تلكؤ الخدمات. طبعا حي الحوراء
أو أغلب المشاريع أنا حي الحولاء ومنطقة حي الجهاد هي جزء طبعا من بقية المناطق اللي موجودة بالمحافظة، ولكن طبعا جهود السيد المحافظ رجل ومتابعة مجلس المحافظة مع الحكومة المركزية ومع دولة رئيس الوزراء أخذنا استثناء إلى منطقة حي الحولاء ومنطقة حي الجهاد بأن يكون هناك ممول أو مستثمر، ممول قصدي عفوا مو مستثمر، ممول لأصحاب الشركات حتى إن شاء الله بإذن الله تعالى بالوقت القريب العاجل راح يبدي العمل بمنطقة حي الجهاد ومنطقة حي الحولاء وأيضا منطقة سعيد بن جبير في قضاء الحي. باختصار شديد، ما هو مدى تعاملكم مع خطة التنمية البشرية أو التنمية المستدامة؟ فيما يخص تطوير التنمية البشرية، طبعا اليوم تطوير التنمية البشرية والموارد البشرية هو جزء مهم جدا في المحافظة، واحنا يمكن كانت هناك تنسيق مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية بإخراج الكثير من الشباب يعني بدورات في كردستان العراق في أربيل لتطوير الكوادر البشرية، وأيضا هناك دورات محلية في داخل المحافظة في مركز المحافظة عن طريق مركز المعلومات مهندس اياد وبعض المهندسين الاخوه الاكفاء طوروا قدرات الكثير من الموارد البشريه والقدرات البشريه في المحافظه وخاصه من دوائر الدوله. نعم، حال توزيع قطاع الأراضي إلى أين؟ الكثير من المستحقين طبعا توزيع قطاع الأراضي هذه المشكلة اللي لحد هذه اللحظة إن شاء الله وجدنا يعني بصيص أمل إن شاء الله وجاي نسعى على هذا الموضوع. الكثير يمكن ملينا من الكتب، أكثر من 50 كتاب يعني حاولنا أرسلناها إلى دولة رئيس الوزراء، ولكن للأسف الشديد كان هناك ممانعة ومماطلة وتسويف بهذا الموضوع. وأيضا لما كانت هناك قدوم لزيارة دولة رئيس الوزراء إلى محافظة واسط طلبنا من عند هذا الموضوع، الرجل شكل يعني لجنة، ولكن لحد هذه اللحظة لا توجد أي بوادر لتوزيع قطاع الأراضي عن طريق الحكومة المركزية، ولكن اتجهنا إلى اتجاه آخر اللي هو الجمعيات التعاونية للإسكان، والسيد المحافظ صار بهذا الاتجاه وأخذنا موافقات من الحكومة المركزية وتباع إلى المواطن بمبالغ بسيطة أيضا إن شاء الله، وتنسيق بين مديرية البلدية والبلديات في محافظة واسط وبين الجمعية التعاونية للإسكان حتى يتم توزيع قطاع الأراضي للموظفين، باعتبار اليوم الدستور العراقي كفل الحق وأنطى الحق كل مواطن عراقي ومن ضمنهم المواطن الواسطي بأن يمتلك قطعة أرض سكنية حتى يليق بمكانته ومقامه. نعم، مدى دعمكم للفن؟ بالنسبة للفن طبعا بالنسبة للفن أكيد اليوم خاصة في ظل هذه الظروف كانت هناك الكثير من المسرحيات والأنشطة الثقافية من شعر شعبي وما شابه ذلك ساهموا مساهمة جدا كبيرة بالانتصارات اللي حققها أبطال الحشد الشعبي. حقيقة اليوم الحافز المعنوي هذا يزيد من الدعم المعنوي للمقاتل، وكانت هناك الكثير من المبالغ عن طريق صندوق دعم واسط، دعمنا بعض المسرحيات والاحتفاليات الشعر الشعبي وما شابه ذلك في يعني قاعة الإدارة المحلية وقاعة الواسطة في مجلس محافظة، وكان دور كبير لمجلس محافظة واسط بهذا الخصوص. نعم، في ختام هذه الحلقة مشاهدينا نشكر ضيفنا الكريم لسعة صدره على الإجابة على هذه الأسئلة، ونشكركم مشاهدي الكرام على حسن الإصغاء والمشاهدة. نلتقيكم على حب الله والوطن، إلى اللقاء.